الاتحاد على أعتاب صفقة عالمية في الصيفية عشان يعوض رحيل موسى ديابي. النادي بدأ تحركات مبكرة في سوق الانتقالات الصيفية، ودخل في مفاوضات عشان يبحث إمكانية التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، وده ضمن سعيه لتدعيم صفوف الفريق بعناصر من الطراز العالمي خلال الفترة المقبلة. هذه الخطوة جاية ضمن خطة إدارة الاتحاد لتعزيز القوة الهجومية للفريق، خاصة مع طموحات النادي في المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الجديد. على الجانب الآخر، الاتحاد يدرس فتح باب رحيل الفرنسي موسى ديابي خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك بسبب الاهتمام المتزايد من إنتر ميلان بالتعاقد معه، والتقارير تشير إلى وجود مفاوضات جادة لضم اللاعب. متوقع أن الفترة المقبلة تشهد تحركات حاسمة في هذا الملف، سواء بإتمام صفقة صلاح أو حسم مصير ديابي، والنادي قاعد يسعى لإعادة تشكيل خطه الهجومي. وبحسب ما قاله الصحفي الموثوق نيكولو شيرا، إن إدارة إنتر ميلان لسه تراقب وضع اللاعب عن كثب، وراغبين يدعمون الخط الهجومي بعناصر عندهم سرعة وقدرة على صناعة الفارق، وهي الصفات اللي يتمتع فيها ديابي منذ انضمامه للاتحاد. إدارة الاتحاد حددت موقفها بوضوح من إمكانية بيع اللاعب، ووضعت شرط مالي يتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو عشان يوافقوا على رحيله، وهذا يعكس تمسك النادي بالقيمة الفنية للاعب وما راح يفرط فيه بسهولة. وإلى الحين ما فيه عرض رسمي من إنتر ميلان، والكل داخل الاتحاد يترقب وش راح تسفر عنه الفترة المقبلة من تحركات، خاصة مع اقتراب فتح باب الانتقالات الصيفية.